إذا أنتم من عشاق البقلاوة المقرمشة والطعم الأصلي، اليوم جبت لكم وصفة مضمونة 100%. وطبعا فيكم تستخدموا أي نوع مكسرات متوفر عندكم، ولكن الطعم الأصلي للبقلاوة هي في الفستق الحلبي. طبعا أنا حطيت هون نصف كيلو فستق حلبي، طحنتهم حتى أصبحوا بهذا الشكل، وخليت عليهم معلقة ماء زهر. طبعا عندي هذه العجينة البقلاوة جاهزة، وفي كتير ماركات ولكن هذه أفضل شيء. وأهم شيء فيها العجينة البقلاوة لازم تغطونها كتير منيح لأنها كتير حساسة فورا تتكسر معكم. أخذت ورقة واحدة وطويتها بهذا الشكل، وخليت عليها أي شيء بتوفر عندكم، صيغ شوي أو مثل هذه الخشبة أو شيء. بعدها دهنت الورقة بقليل من السمنة أو الزبدة اللي بتحبوه، لكن السمنة أفضل. وخليت الفستق الحلبي المطحون مسبغا ولفيتها رول بهذا الشكل، وبعدها رصيتهم على بعضهم، ولا تشدوا عليها كتير حتى ما تشقق معكم الورقة. بعد ما انتهيت من كل الكمية فدهنت الصينية بالقليل من السمنة. طبعا أهم شي تدهنوه من جوا حتى ما تلصق معكم. وصفيت فيها أصابع البقلاوة مثل ما واضح عندكم بالفيديو. وإذا أنتم مشتركين جداد في قناتي خبروني بالتعليقات من أي بلد بتتابعوني. وبعد ما صفيتهم بالصينية وخلصت كل الكمية بتقطعوها بالشكل اللي بتحبوه. طبعا أنا قطعتها هيك قطع صغيرة يعني مثل ما واضح عندكم بالفيديو. وبعدين دهنتها بالكثير من السمنة، كتروا شوي سمنة حتى تطلع معكم مورقة ومقرمشة. وبعدين بدخلها على الفرن محمى مسبقا درجة الحرارة 180، النار فقط من تحت، وآخر 10 دقائق شغلوا عليها من فوق حتى تاخذ اللون الذهبي. بعد ما طلعتها من الفرن فورا سقيتها بقطر بارد وثقيل، والبقلاوة سخنة. ما يصير تحطوا القطر سخن والبقلاوة سخنة، هيك ما راح تطلع معكم مقرمشة، فالأفضل يكون القطر بارد والبقلاوة سخنة. وبس وبالعافية، ونتركها حتى تبرد وتشرب كل القطر. التقديم والتزيين حسب الرغبة، وكل المكونات والمقادير مذكورة بصندوق الوصف. ولا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد من وصفاتي.